وازاي جهاز الانبادي يقدر يقرا تركيبه جسمك كلها؟ فبمجرد ما بتقف على الميتاليك بليت دي وتبدأ انك تظبط وقفتك وتمسك الهاند كده احنا بدأنا. ازاي بقى عرف يحدد نسبة العضلات ونسبة الدهون، وهل النتائج دي فعلا مظبوطة؟ هل بقى بعد القياس اللي احنا عملناه دلوقتي الجهاز ده فعلا بيقدر يحدد نسبة العضلات مظبوط؟ خلينا اشرح لك ميكانيزم الجهاز ده بكل بساطة. جهاز الانبادي ده بيبعت تيارات كهربائية ضعيفة جدا من خلال المقبض والمكان اللي بتحط عليه رجلك عشان يقيس المقاومة اللي بيقابلها. فالمية والعضلات بيوصلوا كهرباء كويس جدا، انما الدهون فمقاومتها اعلى، وده طبعا الفاينل ريزلت اللي بيطلع لك من الانبادي. ومن البيانات دي بقى مع وزنك وطولك وسنك الجهاز بيقدر نسبة العضلات والدهون والمية ويدي لك النسبة تقريبية. بس خلي بالك الارقام اللي في الانبادي مش دايما حقيقيه، ترتيب الجسم والاكل والتمارين ممكن يغيروا في النتيجه، وعشان كده حاول لما تيجي المره الجايه قيس في نفس الظروف في نفس المكان في نفس الميعاد. لو عايز بقى تعرف ازاي تقرا ورقه الانبادي ابعت لي دلوقتي كلمه انبادي وابعت لي الانبادي بتاعك وهفصص لك كل حته فيه وافهمك انت محتاج تشتغل على ايه الفتره الجايه. اعمل لي لايك وفولو وسيب لي الفيديو ده عشان تشوف كل جديد. انا محمد حلمي، اخصائي تغذيه علاجيه، وان شاء الله هتستفيد.